قال ايه عايزين ياكلوا عند كنتاكي؟ قلت لهم هتاكلوا ايه عند كنتاكي؟ قالوا لي هناكل تشيكن ستريبس وناكل كمان رز ريزو. قلت لهم انا هجيب لكم كنتاكي لغايه البيت، ما صدقونيش. قمت على طول ودخلت المطبخ وعملت لهم تشيكن ستريبس اللي هم عايزينه، وعملت رز ريزو بخلطه تحفه جدا. شايفين الفراخ ما شاء الله كريسبي كده من بره وجوزي وطريه من جوه، تحفه. بالتتبيله تتبيله صح. اكلوا بقى رز الريزو وعملوا كمان سندوتشات وهيصوا، وكمان عملنا خلطة صوصات حلوة جدا جدا. تعالوا نسمي الله، بس ما تنسيش كومنت حلو منك كده ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جبت 3 صدور من الفراخ، غسلتهم كويس جدا ونشفتهم. بمسك صدر الفرخه كده اشيل الجزء بتاع الموزه، وبعد كده بمسك الصدر اقسمه لاتنين وبقطعه شرايح بالطول. انا بقسمه لاتنين عشان يبقى سهل كده لما اجي اقطعه. الشرايح اللي احنا هنقطعها تكون شرايح سميكه شويه، ما ترفعيهاش علشان لما تيجي تقليها ما تنشفش منك. ما شاء الله الكميه بتطلع لنا كميه حلوه قوي زي ما انت شايفه كده. طبعا ممكن تصغري براحتك، ممكن تسيبيها كبيره كده براحتك. جبت كيس وحطيت جوه الكيس ده معلقه كبيره من الملح ومعلقه صغيره من كل بهار هقول لك عليه، توم باودر، بصل باودر، بابريكا. وحطيت معلقه كبيره من الشطه، لو انت بتحبي الحاجه سبايسي، بتحبي الحاجه عاديه هتحطي معلقه صغيره. معلقه صغيره من الكاري، روزماري، ومرقه دجاج. معايا كوبايه من الميه، دوبت كل البهار ده مع الميه، وبعد كده نزلت بالفراخ. هنزل بالفراخ وهقلبها كويس جدا مع البهار والخلطه اللي احنا عملناها دي. واهم حاجه ان انت تسيبي الفراخ منقوعه في الخلطه دي على الاقل لمده 12 ساعه، لو انت مستعجله يبقى 4 ساعات، بس كل ما تسيبيها وقت طويل كل ما هتديكي طعم احلى. تاني يوم جبت حله على النار وحطيت معلقتين كبار من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، سمنه او زبده مش هتفرق اللي موجود عندك. واول ما سخنوا جبت بصلايه ضربتها في الكبه ونزلت بيها، وحطيت البهار، بصل باودر، توم باودر، بابريكا. بتحبي الحاجه سبايسي حطي شطه، مش عايزه شطه براحتك ما تحطيش. ومعايا كمان كاري. هقلب كل الكلام ده مع بعضه لغايه كده ما البهار ريحته تطلع، وبعد كده معلقه صغيره من الثوم المفروم. واول ما الثوم ريحته تطلع كده ويصفر معايا، غسلت كوبايتين من الرز ونزلت بيهم الرز المصري بتاعنا العادي، معلقه كبيره من الكاتشب ومعلقه كبيره من الباربيكيو صوص. ولو ما عندكيش باربيكيو صوص هتحطي معلقه من الصلصه ومعلقه من العسل الاسمر. نزلت بالميه، ولازم هنا تكون الميه مغليه. خلي بالك الرز اللي بيبقى فيه بهار بيتلسع على طول، فلازم اول ما يبدا كده يبقبق بتديله تقلبتين، وبنحط الصاجه ونسيبه على نار هاديه خالص يستوي براحته كده. ما شاء الله بعد ما الرز استوى شايفين شويه رز عسل وريحه البهار طالعه كده ومفحفحه حلوه جدا جدا. رز ريزو 100%. بعد كده جبت الفراخ ومعايا كميه كبيره من الدقيق، حط عليها معلقه من الملح ومعلقه من الكركم، بيدي لون الفراخ حلو قوي لما بتستوي. قلبت الدقيق مع الملح والكركم، وبعد كده بمسك الفراخ انزل بالدقيق، ولازم اتبلها كويس جدا، لازم الفراخ تتغلف كويس جدا بالدقيق. معايا بوله تانية فيها ميه، وتكون ميه ساقعه متلجه. بطلع الفراخ من الدقيق بحطها في الميه الساقعه، وبعد كده برجعها تاني في الدقيق علشان تعمل شكل الكشكشه اللي انت شايفاها دي. بعد كده بمسك الفراخ بحطها في المصفى عشان انزل اي دقيق زياده، واحط طاسه على النار وفيها زيت، واول ما الزيت سخن بنزل بالفراخ. ما بنقلبش خالص الا لما تبدا تاخد لون كده، نبدا اللي احنا نقلبها. هقلبها اول ما اخدت لون ما شاء الله الكفر ثابت جدا ما بيقعش ولا اي حاجه، وطالعه كريسبي وحلوه جدا. معلقه الكركم بتديها لون حلو زي ما انت شايفه كده. بصفيها من الزيت وبطلعها في مصفى، ما ينفعش تطلعيها على مناديل خالص، لازم تطلعيها في مصفى علشان ما تطراش منك. وبعد كده ببدا اللي انا اقلي بقيه الكميه. تعالوا شوفوا بقى الفراخ ما شاء الله واخده لون حلو جدا جدا، كريسبي، الطبقه ثابته زي ما انت شايفه كده، وكمان ريحتها كانت حلوه جدا، كريسبي من بره وطريه جدا جدا من جوه. الاكله دي لو اكلناها بره في المطعم او في كنتاكي هتكلفنا كتير جدا، لكن نعملها في البيت هناكل ونشبع وهنبقى وفرنا حلوه قوي. بعد كده عملت ميكس من الصوصات حلوه جدا، معلقه من الباربيكيو صوص، معلقه من الكاتشب، معلقه من المستردة، قلبتهم مع بعض، والميكس ده حلو جدا جدا مع الفراخ. الرز بقى استوى والفراخ استوت، غرفت كده في الطباق. الرز كانت ريحته حلوه جدا جدا، وطبعا التقديم كل واحد بيقدم حسب ذوقه. حطيت الرز وجبت فراخ قطعتها كده قطع صغيره وحطيتها على وش الرز، وحطيت باربيكيو صوص، وبعد كده حطيت الفراخ، وكنت قليه لهم بطاطس. واكله كانت حلوه جدا جدا، ما صدقوش ان انا عاملاها في البيت وافتكروا ان انا جايباها لهم من بره. ما شاء الله تحفه تحفه، حاجه نظيفه وبتطلع كميه حلوه جدا. وكده اكلنا وشبعنا ووفرنا. شايفين شكل الطبق عامل ازاي؟ تحفه. الرز طعمه حلو جدا، جربي الخلطه ديت ان شاء الله هتعجبك جدا. كده الفيديو خلص، ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.